يا لهوي، انت بتعمل ايه يا قفشه؟ حرام عليك، حرام عليك، جبت شلل لجمهور النادي الاهلي كله يا قفشه. طلعت ناس تبرر له الغلطه الكارثيه اللي عملها في ماتش بالميراس البرازيلي، وهو بيشاور لاشرف بن شرقي وهو واقف في الاوفسايد ان هو يديله الكوره، ويقولوا لا ما يقصدش. طب الغلطه ديت هتبررها له ازاي؟ الكوره متبصله في المساحه ومتغطي، يسيب الكوره ويقف. وقفت ليه يا قفشه؟ ما هو التفسير الوحيد بالنسبه لي ان قفشه يقف وما يروحش ياخد الكوره ديت، ان في 5 جنيه مع محمد الشناوي كان هو مسلفها له وراح عشان ياخدها منه. ما هو ملهاش تفسير تاني يا جماعه. ما فيش لاعب كره قدم في الوجود يعمل التصرف ده يا جماعه. قفشه يا جماعه هنا ناسي الكوره. قفشه لازم يمشي من النادي الاهلي. قفشه لازم يطلع اعاره لاي نادي. قفشه نسي الكوره حرفيا. قفشه ما بقاش مركز في الملعب، بقى يبطئ الريتم جدا يا جماعه. قفشه بقى مش عارف هو واقف فين، ولا عارف هو بيعمل ايه، ولا عارف التصرف السليم اللي ياخده ايه. قفشه بقى مستهتر جدا لدرجه ان هو في الهدف الرابع اللي دخل فينا كان مكسل يروح يغطي مع اللاعب اللي شاط الكوره. شفت الكوارث اللي عملها قفشه في النادي الاهلي؟ المدير الفني يبقى اكبر غلط يعمله في حياته ان هو يلعب قفشه تاني ويشممه الملعب. قفشه لازم يرحل عن النادي الاهلي، مش ناقصه عده.